اللي صار البارح في ولاية جندوبة، مجموعة من الإرهابيين سلوا المنطقة الفازعية التابعة لمدينة فرنانة ولاية جندوبة، تبتبوا على دار ولا اثنين يحبوا على الماكلة، جاعوا الجماعة فهمتني. فما راعنا إلا ما طلبوا الماكلة بالقوة، برا المرأة ما عندهاش ما ياكلوا. الحديث المتداول فما عندها كيس متاع خبز للحيوانات متاعها، استولوا عليه بالقوة. من بعد درجة 4 ساعة مشوا على رواحهم، المرأة علمت الأمن، حل الأمن من حرس وجيش وجو مشطوا البلاصة. برما صارت مواجهات بين المجموعة الإرهابيين وقوات الأمن في مدينة فرنانة من 7 متاع العشية إلى حوالي الفجر، 3 متاع الصباح ل 4 متاع الصباح. وجندوبة اليوم عايشة حالة من الاحتقان، الناس كل كيش. هذا هو الموضوع اللي متداول في القهاوي، في اي بلاصه تمشي لها هذا هو الموضوع. حصيلوا حاله فزاعه كبرى، وان شاء الله ربي يلطف بينا وكا، وان شاء الله ربي يسترنا ويبعد علينا هالشيء ما كناش موالفين به جمله. متوير غار دماء، جبل بنت احمد، سوق الجمعه، فرنانه، بين مطير، ولاد هلال. المناطق هذه كل منطقه جبليه واحده تنطلق من باشا توصل معناها للجزائر. المناطق هذه غير حاضنه للارهاب، هذا مؤكد، والوجود نتاعهم ديما يكون اكيد انه سيكون معناها وجود محدود في الزمن. المسالك الغابيه اكثر من 10 سنين ما تمش فتح، وهذا اللي يخلي لا الجيش لا الحمايه المدنيه لا الشرطه تنجم تتلقى في المناطق الغابيه، لان المسالك الفلاحيه موجوده من عهد الاستعمار، وهي تقسم الاجفاف في الغابات، تقسم الغابات معناها المساحات معينه، تخلي الحمايه تدخل، الحرس يدخل، الجيش يدخل. هذه مساله لابد معناها من تداركها عاجلا. في اعتقادي انه ظاهره نتاع الارهاب هي ظاهره عامه في تونس، ولكن ثم خصوصيات في المناطق الحدوديه. المناطق الحدوديه وخاصه جندوبه، انا في اعتقادي انه جندوبه لم تتحول الى بيئه حاضنه للارهاب، وانه المواطن في جندوبه محصن نوعا ما من الظاهره هذه، ربما لانه الارهاب بدا بعد 14 جانفي بدا يستوطن في جندوبه ومعالجه بدات بكري به، ولكن الحقيقه انه الظروف الاقتصاديه والظروف الاجتماعيه وظروف التهميش عندها دور كبير في توطين الارهاب. ثم زاد ما ننساوش الظروف المناخيه الصعيبه في جندوبه، الظروف الجغرافيه نتاع انه الغطاء الغابي الموجود في جندوبه غطاء كبير، وهذا ما يخلي الارهاب ينجم يستوطن في جندوبه. اسمعني كرتوش. لا اسمعني كرتوش، هاو من هنا نطيعوا فيه. الفزعية؟ هاي الفزعية. هكا هاو. ما ريناش عاد شيء.